الرشيدي، عضو المجلس الأعلى للقضاء العربي. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن نعرف كده إيه الغرض النهارده المجلس ده؟ أولا القبائل العربية تأخرت كثيرا في الاجتماع مع بعضها، يعني القبائل العربية من مطروح إلى شمال وجنوب سيناء إلى كل القبائل العربية في الوادي اجتمعت وتجتمع اليوم على كلمة سواء لدعم خارطة الطريق، وحتى نساعد القوات المسلحة في إنجاز خارطة الطريق والتأييد والحشد من أبناء القبائل العربية، حتى يعلموا أن نحن القبائل العربية نقول نعم للدستور، ونؤيد كذلك الخطوات التي اتخذتها الحكومة في اعتبار الجماعات التي تخرج في مصر جماعات إرهابية. بنشكر حضرتك ونشكر